مبادرة رفوف من نادي أوراق العناب هي مبادرة تسعى بالأساس إلى خلق فضاءات للمطالعة خارج المكتبة العمومية، فضاءات يعني تتقرب يعني وتقترب من الجمهور الواسع على مستوى المقاهي العمومية، فضاءات تكون يعني غير ممركزة في مؤسسات بعينها، بل يعني تهدف بالأساس إلى إيصال الكتاب إلى الجمهور، يعني الإنسان اللي راه في مقهى عام ولا في مكان عام يستطيع، لا يمنعه ذلك يعني من المطالعة وقراءة الكتب. وهذا هو المسعى من المبادرة، بحيث أنه انطلقنا في هذه المبادرة في 24 ساعة الأخيرة. يعني تحصلنا أو قمنا بجمع حوالي 50 كتاب، وهو يعني رقم معتبر في على أمل إن شاء الله أن نصل إلى 200 كتاب بإذن الله. وضعية هذه الكتب هي وضعية أغلبها في وضعية جيدة، مع وجود أكيد بعض الكتب المستعملة التي نستقبلها أكيد. والمجالات اللي فيها يعني الكتب هذه فيها كتب من الأدب ومن الكتب يعني من مختلف المجالات، من الشعر والرواية والقصة ومختلف والدراسات الأكاديمية، التي نتمنى إن شاء الله أن هذه الأعمال تلقى صداها عند القارئ الذي سيتلقفها إن شاء الله بين يديه في هذه المقاهي العمومية. طريقتنا في جمع الكتب، اعتمدنا مجموعة من الطرق. الهدف من هذه الطرق ولا الميثود المختلفة انه نحصل الفائدة من هذه العملية. يعني كاين اشخاص بعاد وفرنا لهم رقم هاتف انه يتصلوا بالمبادرة، وسنتنقل اليهم اذا كان يسكنوا بعيد عن بلدية عنابة، نتنقل اليهم لجمع هذه الكتب. ومن الشيء الجميل يعني في المبادرة انه حتى عندنا أخت من ولاية بجاية سترسل عن طريق البريد بعض من الكتب عن طريق خدمة البريد السريع. فكذلك هذه أعمال نتقبلها، يعني شيء جميل. سواء نتنقل لهؤلاء الأشخاص وضعنا لهم رقم الهاتف أو تواصل اجتماعي تاع النادي، أو إذا كان الأشخاص هذوما يحبوا يجمعوا الأعمال عندهم، ومن بعد نلتقي يوم 12 أوت إن شاء الله في مقهى ليسبلاناد اللي جاي فوق المكتبة المطالعة العمومية سليمان بركات في عنابة. فوق المكتبة كاين مقهى، المقهى هذاك نجتمعوا فيه يوم السبت 12 أوت، يعني على الساعة 10 صباحا، واللي يقدر يجيب العمل ديالو. وإحنا على كل حال سنكون تقريبا من 10 صباحا إلى حتى 1 زوالا في المقهى، ننتظر يعني الأعمال اللي راح توصلنا إن شاء الله. ثم هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي تنطلق إن شاء الله في توسيع هذه الأعمال. فيما يخص وضعية الكتب يعني اللي نستقبلها أو القصص أو الروايات أو الأعمال، سواء كانت الوضعية جديدة أو تكون قديمة، لا بأس أن نستقبل جميع الأعمال. وكاين أماكن الأشخاص اللي ما عندهمش يحبوا يقتنيوا يعني كتب، يوجد مثلا المكان وين السيطام بحذا مركز الأعمال تاع الكام، يبيعوا الكتب بسعر رمزي. يمكن كذلك الأشخاص اللي يحبوا يقتنيوا ويساعدونا، فمرحبا بالجميع أكيد. شكون هو كريم؟ كريم كعرار هو باحث، وأحسب نفسي كاتبا ولو أني كاتب وعندي إصدارات يعني منشورة. من بين كتابي الأول حول موضوع السرقة العلمية هو دراسة في الثقافة القانونية، وكتابي الثاني مجلس المنافسة الجزائري منشور كذلك يعني عن دار النهى. بالإضافة إلى أعمال أخرى يعني عديدة، هي الأعمال في مجال الأدب والدراسات والأبحاث وغيرها من المجالات. كذلك أنا موسيقي، درست بالمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي عنابة، أستاذ متخرج من المعهد، ودرست بنفس المؤسسة يعني أستاذ بنفس المؤسسة لسنتين. كنت سابقا مؤسس الأوركسترا الفيلهارموني لعنابة. ويعني عموما أنا أعيش للثقافة لأني يعني آمن بمقولة جميلة: الكل للثقافة والثقافة للجميع. فسخرت لنفسي لأكون يعني في هذا النضال الثقافي من أجل إحداث فارق في حياة الجمهور محليا، سواء في عنابة أو في غير عنابة إن شاء الله. نشاطات النادي المستقبلية: احنا لاحظنا أنه الموسم الأول للنادي لاقى يعني نجاح كبير باعتراف كل الناشطين والفاعلين على، وحتى المتابعين والمراقبين في الساحة الثقافية على مستوى عنابة وخارج عنابة. لذا ارتأينا أنه نستمر في هذه المبادرة الجميلة، لأنه بدأت هذه المبادرة تحدث بصمة، وبدأ النادي هذا يأخذ الموقع تاعو والمكان تاعو على الساحة
الثقافية محليا. الموسم الثاني إن شاء الله على غرار الموسم الأول اللي كان ناجح، الموسم الثاني سيكون أنجح، لأنه سطرنا برنامج ثري جدا جدا، متنوع جدا جدا. فيه مشاركات محلية وطنية، أشخاص يعني من الولاية ومن خارج الولاية، يعني مبدعين وكتاب ومثقفين سيشاركون معنا من ولاية عناب ومن خارجها. ومن بين النشاطات التي رصدناها مثلا على مبادرة رفوف التي سنستمر فيها، يعني أكيد مبادرة رفوف ولن تقتصر فقط على خلق مكتبات في الموسم هذا إن شاء الله، بل سنستمر فيها فتكون مبادرة سنوية تستمر ما استمر النادي بإذن الله. حيث إن شاء الله الخريف القادم سننطلق في المرحلة الثانية من المكتبات على مستوى المقاهي إلى المكتبات على مستوى قاعات الانتظار في المستشفيات والعيادات. يعني الأشخاص يعني يعني المرافقين للمرضى يعني أحيانا يقعدوا يستناوا بالساعات، ساعات الانتظار، يعني يملون من الانتظار. يعني ممكن الكتاب يكون خير جليس في تلك الجلسة وخير مؤنس في تلك الوحدة. هذا يعني ما نعتقده في النادي، بالإضافة إلى مجموعة إن شاء الله من البرامج الجميلة والنشاطات الرائعة التي نرصدها لكم في الموسم الثاني، إلا الموسم إن شاء الله اللي يبدأ يوم 16 سبتمبر القادم إن شاء الله، ونتمنى أنه أن تكونوا معنا بإذن الله.